في تقرير خطير من بلومبرج عن لعبة روبلوكس أنها صارت مكان للمتحرشين بشكل غير أخلاقي بالأطفال. طبعا الموضوع جدا مزعج، خاصة الأطفال يقضون وقت جدا طويل على الألعاب، خاصة احنا في إجازة الصيفية دائما الآباء والأمهات يعطون أجهزة لأطفالهم عشان يقضون وقت يلعبون فيها ويتعرضون لمشاكل جدا كثيرة. طيب وش الحل؟ لازم نفعل سبل الرقابة الأبوية، وأيضا لازم توقف موضوع التواصل مع الطفل داخل لعبة روبلوكس. كيف توقف التواصل؟ بشرح لك الآن الطريقة. طبعا هذه هي اللعبة، مجرد ما تدخل عليها روح إلى هنا خيار مور، بعدين راح تلقى خيار الإعدادات اللي هو السيتنج، وبعدين عندك البرايفسي. أول شيء تسويه إنك هنا خيار التواصل تخليه أوف، كذا ما حد راح يقدر يتواصل مع الطفل. لكن نصيحة، الألعاب إنك تعطيها اللي متصلة بالإنترنت وتخلي الناس تتواصل مع الطفل ترى هي خطيرة جدا يا جماعة، وانتبهوا منها. الأفضل إنك تعطي ما تعطي الطفل جهاز متصل بالإنترنت بدون رقابة أبوية. لازم تفعل الرقابة الأبوية وتمنع من بعض الألعاب اللي ممكن تسبب له مشاكل على المدى الطويل.